تبكير صرف معاشات أبريل 2026 جوع الدول مواعيد القبض ومعاشات شهر مارس وأبريل 2026. تعرف على مواعيد الصرف وأماكنها وطرق الاستعلام. مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي ويبحث عددا من الموضوعات المهمة. رئيس قوى النواب رئيس الوزراء يؤكد التعاون لتصحيح التشريعات ذات الأثر السلبي. رئيس الوزراء التصدي لأي محاولة لممارسات احتكارية للسلع ومواجهتها بكل حسم وشدة. تعرف على ما جاء خلال المؤتمر الصحفي الموسع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء. قرارات عاجلة الآن. متابعينا الكرام، تتسركم الأخبار مصر برجاء الاشتراك في القناة من الزرار الأحمر أسفل هذا الفيديو، تفعلوا زر الجرس، تدعمونا لايك، وإليكم كافة التفاصيل. زيادة المعاشات 2026 وطريقة الاستعلام عن الزيادة الجديدة وحقيقة تبكير صرف معاشات شهر أبريل. وتعد زيادة المعاشات 2026 والتي سيتم صرفها في 2026 خطوة مهمة لتحسين حياة أصحاب المعاشات في مصر، وحيث تساهم في رفع مستوى الدخل الشهري لهم. وللهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية العديد من الخيارات المريحة والصحيحة لصرف المعاشات بما يتماشى مع التحول الرقمي في مصر. وجدول مواعيد صرف معاشات أبريل 2026 حتى الآن لم يصدر قرار رسمي يفيد بتبكير المعاشات مثل المرتبات. وبالنسبة إلى معاشات شهر أبريل 2026 فمن المقرر أن يبدأ الصرف يوم الأربعاء الموافق 1 أبريل 2026 ويستمر أيضا حتى نهاية الشهر ضمن الخطة الدورية المعتمدة لصرف المعاشات في اليوم الأول من كل شهر. وأماكن صرف المعاشات 2026. ووفرت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عدة قنوات متنوعة لصرف المعاشات بهدف تقليل الازدحام وتسهيل الوصول إلى الخدمة في جميع المحافظات. وتشمل ماكينات الصراف الآلي ال ATM التي تتيح السحب على مدار 24 ساعة يوميا، وفروع البنوك المختلفة والتي تقدم خدمات الصرف المباشر والدعم الفني للمستفيدين. منافذ البريد المصري المنتشرة في القرى والمدن وتعد من أهم وسائل الصرف خاصة في المناطق النائية. منافذ شركة فوري المعتمدة والتي تتيح صرف المعاش إلكترونيا بسهولة. المحافظ الإلكترونية عبر الهاتف المحمولة بما يواكب خطة الدولة للتحول الرقمي وتقليل التعامل النقد المباشر. وتهدف هذه المنظومة المتكاملة إلى ضمان سرعة الإنجاز وتخفيف الضغط على المنافذ التقليدية مع إتاحة بدائل مرنة تناسب جميع الفئات العمرية. وشهدت الأيام الأخيرة اهتماما واسعا من جانب أصحاب المعاشات بمعرفة مواعيد صرف معاشات شهري مارس وأبريل 2026 تزامنا مع قرارات الحكومة الخاصة بتقديم صرف رواتب العاملين بالدولة قبل حلول شهر رمضان، وهو ما دفع الملايين إلى ترقب أي بيانات رسمية بشأن جداول الصرف المقبلة ومعاشات شهر مارس وأبريل 2026. وأعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن صرف معاشات مارس 2026 ينطلق اعتبارا من الأحد 1 مارس على أن يستمر الصرف حتى نهاية الشهر وفق آلية منظمة تستهدف توزيع عمليات السحب على مدار أيام الشهر لتجنب التزاحم وضمان سهولة حصول المستحقين على أموالهم. وأكدت الهيئة أنها رفعت درجة الاستعداد داخل منظومة الصرف من خلال متابعة حركة السحب بشكل يومي وضخ السيولة اللازمة في ماكينات الصراف الآلي ومنافذ الخدمة المختلفة مع التركيز على تيسير الإجراءات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وقنوات متعددة لتقليل الازدحام. ووفرت الهيئة عدة وسائل للحصول على المعاشات لتخفيف الضغط على المنافذ التقليدية تشمل ماكينات الصراف الآلي العاملة في مدار الساعة وفروع البنوك ومكاتب البريد المنتشرة في مختلف المحافظات، إضافة إلى منافذ شركة فوري المعتمدة وكذلك المحافظ الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة في إطار دعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتقليل التعاملات النقدية المباشرة. وأشارت الهيئة إلى أن تنوع وسائل الصرف يمنح المستفيدين مرونة أكبر في اختيار الطريقة الأنسب لهم ويسهم في تسريع إنجاز الخدمة داخل جميع المحافظات.
الاستعلام الإلكتروني بالرقم القومي. كما أتاحت الهيئة خدمة الاستعلام عن بيانات المعاش عبر مكحل إلكتروني باستخدام الرقم القومي، بما يمكن أصحاب المعاشات من معرفة قيمة مستحقاتهم الشهرية ومتابعة أي زيادات جديدة، فضلا عن الاطلاع على مواعيد الصرف الرسمية دون الحاجة إلى التوجه للمكاتب، توفيرا للوقت والجهد. ويستفيد من منظومة المعاشات في مصر نحو 11 مليون مواطن، ما يجعل انتظام الصرف وضمان سهولة الحصول على المستحقات مسألة حيوية تمس شريحة واسعة من الأسر المصرية. وترأس رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع الحكومة اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة لمناقشة عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها على أجندة الحكومة، وإضافة لاستعراض سبل تنفيذ التكليفات الرئاسية الموكلة للحكومة بالشكل الأمثل وفي توقيتات مناسبة. ومن المقرر أن يبحث مجلس الوزراء التكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بوضع سيناريوهات للتعامل مع تداعيات التطورات الإقليمية الأخيرة أثر العمليات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية في إيران، بجانب متابعة توجيهات الرئيس للحكومة للتأكد من تغطية احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية لعدة أشهر، ومواصلة تكثيف جهود الحد من التضخم والاستمرار في زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، بجانب متابعة ضبط حركة الأسواق وتوافر السلع الغذائية، واستكمال العمل بالمشروعات القومية المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية، إضافة لملفات زيادة إجراءات الحماية الاجتماعية ورعاية المواطنين الأكثر احتياجا، وأيضا ملفات تطوير التعليم، إضافة إلى التنمية الشاملة والاستثمارات وزيادة الصادرات وتوطين الصناعات ضمن مخطط رؤية مصر 2030. وكما يتابع المجلس أيضا ما تم من إجراءات سابقة بشأن ملفات الاستثمار والصناعة والتصدير وزيادة الرقعة الزراعية وإتاحة الأراضي الصناعية للمستثمرين، ومظلة الضمان الاجتماعي والملف الضريبي، وملفات التطوير بقطاعات الدولة المختلفة، والإجراءات الخاصة برعاية محدودي الدخل وتوفير احتياجات المواطنين بشكل عام. وأكد الدكتور محمد سعفان رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن لقاء رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يعكس حرص الحكومة على تعزيز التنسيق المستمر مع البرلمان، لا سيما في مستهل دور الانعقاد، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء أكد أهمية عقد هذه اللقاءات بشكل دوري لضمان الاطلاع الدائم على المشكلات المرتبطة بعمل كل لجنة في مختلف القطاعات. متابعينا الكرام، حتى تصلكم أخبار مصر برجاء الاشتراك في القناة، اتفعلوا زر الجرس، تدعمونا بلايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في رعاية الله وحفظه وأمنه.